من اهم الحاجات المنسية في حياتنا هي الحاجة دي، مع انها سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص وما بتاخدش كمان مننا مجهود. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوها. وصلوا على سيدنا محمد تحت في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده الجمعة نجدد الطاقة بتاعة البيت ونجدد الهواء، نفتح البلكونات والشبابيك. جددي الطاقة بتاعة البيت وجددي انت كمان الطاقة بتاعتك عشان تقدري. إنه لكم عدو مبين. وشغلت بقى معايا القرآن كده في البيت، بحب اشغل القرآن قوي في البيت، بيهدي البيت كده وبيدي طاقة ايجابية وبيطرد الشياطين وبيطرد اي حاجة وحشة. تاني حاجة بقى واهم حاجة هي الصلاة. طبعا الصلاة مهمة جدا لحياتنا الشخصية وفي يومنا وفي حياتنا عامة، هي صلاتك حياتك، فما ننساش الصلاة ونواظب عليها. استعين بالله وربنا ان شاء الله هيقدرك وتواظب على الصلاة. تالت حاجة واهم حاجة وهي اذكار الصباح والمساء. لاحظت ناس كتير جدا ما بتقرأش اذكار الصباح والمساء مع انها سهلة وبسيطة، ما بتاخدش في ايدينا وقت خالص. هي صغيرة زي النوت بوك كده، ممكن نحطها في شنطتنا او في جيبنا ونقولها دايما عشان نحصن نفسنا من كل شر وكل اذى. حبيت اذكركم بيها، ويا رب الفيديو يكون عجبكم وربنا يرضيكم ويرزقكم الخير والخير. يا صباح الخير والهنا والسعادة على احلى متابعين في الدنيا. وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهارده بقى بروتين قوي، فيديو كله نشاط وحماس وطاقه كده ايجابيه. الفيديو فيه حاجات حلوه قوي كتير، وهنتكلم عن حاجات مهمه. ولو انت كسلانه ومش قادره تعملي حاجه، الفيديو ده ليكي، اسمعيه في الاخر وان شاء الله هتستفادي منه حتى لو بمعلومه صغيره. انا اسمي فاطمه ودي قناتي. لو انت اول مره تتابعيني، لو انت اول مره تشوفيني، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش تحط اللايك، اهم حاجه حط اللايك لاختك وحبيبتك بطوطه. يلا بقى نصلي على الرسول. كل همومكم تزول ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا شفتوا اول الفيديو كان في من الحاجات فعلا اللي منسية في حياتنا دلوقتي اذكار الصباح والمساء والصلاة، مع انها حاجات سهلة وبسيطة ما بتاخدش وقت خالص. بس اللي انا ملاحظاه ان ناس كتير جدا ما يعني مش واخدة بالها من الحاجات البسيطة دي. يعني كلها بتاخد على في ايدينا 5 دقايق، وفعلا من الحاجات اللي فرقت في حياتي الحاجة دي. انا جت عليا بصراحة لما واظبت على الحاجات اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو دي، فرقت معايا جدا وفرقت في حياتي، والحمد لله اللهم لك الحمد. ربنا يثبتني عليها يا رب، اللهم امين، ويثبتكم انتوا كمان. اقرأي اذكار الصباح والمساء، الصلاة في وقتها، حصني نفسك، حصني نفسك من اي حاجة. وربنا طبعا خير حافظ، بس ايه نعمل اللي علينا والباقي كله طبعا ايه على ربنا. ف... فقلت اشارك معاكم اللحظة دي، وفعلا من الحاجات اللي غيرت حياتي 180 درجة. وبقيت بحسها لما ببعد عنها او باخرها عن وقتها، بقيت احس بهم تقيل قوي كده على قلبي. فربنا يثبتني ويثبتكم يا رب، اللهم امين. جاهدي نفسك، شوفي الحاجة اللي انت ما كنتش بتعمليها وابتدي ان انت تعمليها، وثبتي نفسك عليها، وان شاء الله استعيني بالله وكل حاجة هتقدر وتبقى زي الفل. انا قمت بقى خلصت طبعا زي ما انتم ما شفتوا، خرجت المراتب بره والحاجات اللي تحت السرير لمعتها، وزعفت الحيطان وكنست الدنيا كده ايه وظبطت الدنيا، عشان ايه بصراحة كانت الأوضة معايا مش اللي هي نضيفة. فقلت لا، اما اتوكل على الله كده وانجز نفسي. خلاص بقى، كل سنة وانتم طيبين، العيد فاضل عليه ايام قليلة جدا. ربنا يجعل ايامكم كلها اعياد وفرح وسعادة يا رب، اللهم امين. وربنا يا رب ينجح كل الطلبة وينجح كل الأولاد يا رب، ويجعل تعبهم طول السنة خير ليهم ويفرح قلبكم بيهم. لأن السنة دي كانت سنة تقيلة قوي وكانت سنة صعبة جدا. أنا أول سنة دراسية أحس إن هي تقيلة قوي، وفعلا ناس كتير ملاحظة إن السنة دي أتقل سنة فعلا. فالحمد لله خلصت على خير، ربنا يكملها على خير بطلوع النتيجة ويفرحكم كلكم يا رب، ويرضيكم في عيالكم ويبارك فيهم ويحفظهم يا رب، اللهم امين. هنا بقى خرجت المراتب بره والمخدات، قلت تشمس كده وتاخد هوا وتغير ايه الهوا بتاعة الأوضة. بس خلصت بقى الأوضة الحمد لله وزعفتها وكنستها ومسحتها. بس المقطع اللي انا كنت بمسح فيه مش عارفة بصراحة
شكله يعني اتمسح من على الموبايل. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. مسحتها بقى ونضفتها كده وزي الفل. خرجت بقى على الصالة، قلت برضو انجز معايا حاجات عشان ايه، انجز وقت كده والم الدنيا كلها وايه واخلص على طول. شلت بقى معايا السجاد، كنسته كنسة حلوة كده ولميته. هي بصراحة السجادة بتاعت الانتريه عايز تتغسل، انما بقيت السجاد معايا نضيف وزي الفل. وشلت بقى المفارش وشلت معايا الستاير، وقلت ايه اكنس بقى الايه الارض كنسة حلوة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور بقاله كام يوم معايا من قبل ما نبدأ الصيام يعني، بس بصراحة النت كان عندي فيه مشكلة. فطبعا كان التليفون فاصل والحرارة فاصلة والنت فاصل، فما كنتش عارفة ان انا احمله معاكم وكده. بس الحمد لله المشكلة اتحلت وربنا يهديهم علينا يعني. بصراحة الواحد مش عارف يعمل ايه، كل شوية يفصل وكده، فعملت شكوى وكده فالحمد لله. بس هنا بقى كنت خلصت. عايزة بقى اتكلم معاكم كلمتين مهمين قوي بخصوص فاطمة ياسر. فاطمة ياسر دي اليوتيوبر. آه انا عايزة مبدئيا كده، انا بحبها جدا. انسانة مؤدبة، طيبة. زوجها ما شاء الله اللهم بارك عليه، ربنا يحفظه له ويبارك لها فيه، ونعم الادب والاخلاق والتعاون. ربنا يهدي سرهم ويحفظهم ويكمل حياتهم على خير. واختها ايوش بحبها جدا. اللي ضايقني بقى في الموضوع، لقيت كذا قناة اللي هي قنوات النقد دي بينتقدوها وبيتكلموا عليها كلام مش لطيف وكلام مش حلو. طيب معلش، هو انتي هتستفادي ايه لما تتكلمي على حد كلمة وحشة او تضايقيه او تنيميه زعلان او تنيميه معيط؟ انتي فاهمة يعني الكلمة اللي انتي بتطلعيها من بقك دي بتتحاسبي عليها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الابتسامة في وجه اخيك صدقة. تخيلي انت لما تشوفي حد انت ما تعرفوش وابتسمتي بس وضحكتي كده في وشه، فانت دي تعتبر صدقة. ما بالك بقى الكلمة اللي انت بتطلعيها بلسانك، اللي انت بتقوليها وبتجرحي بيها انسانة ما عملتلكيش اي حاجة، ما زدكيش في حاجة. فيا جماعة نخلي بالنا من كلامنا ونخلي بالنا من تصرفاتنا. عندنا كلمة حلوة كلمة حسنة نقولها، ما عندناش يا ريت ما نتكلمش. معلش مش هتستفادوا حاجة لما تتكلموا عليه بكلام وحش. ملكيش دعوة جوزها شغال ايه مش شغال ايه، دي حاجة ما تخصكيش. والله عاجبك القناة عايزة تتفرجي اتفرجي، مش عاجبك القناة ما تتفرجيش. محدش غصبك ان انتي تتفرجي اجبار يعني. بس انا بصراحة معرفهاش معرفة شخصية، بس انا بتفرج عليها ومتابعاها. بحبها جدا. وبحب اختها ايوش وبحب زوجها بصراحة. نعم الزوج يعني. يعني الشباب تتعلم منه فعلا يعني ايه زواج، يعني ايه التعامل مع مراته، يعني ايه ان هو بيساعدها، يعني ايه اللي هو بيتعاون معاها. فربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويهدي سرهم ويجعل حياتهم كلها فرحة وسعادة يا رب اللهم امين. ومن موقعي هذا احب اقولك ان انا بحبك جدا يا بطوط انت وايوش. ربنا يا رب يحفظكم ويسعدك يا رب دنيا واخرة. بس انا كنت حابه اقول الكلمتين دول، فربنا يعني ربنا يهدي الناس اللي زي دي. دي حاجه مش حلوه خالص انك تاذي حد حتى لو بكلمه بسيطه. ربنا يعافينا يا رب وما يجعلناش ابدا من الناس اللي هي بتكسر الخاطر دي. ربنا يجعلنا دايما من الناس اللي بتجبر الخواطر يا رب اللهم امين. هنا بقى كان عندي كنت بفرز الهدوم بتاعت الصيف وكده، فطلعت شوية حاجات هوديها دراي كلين وهكيسها هوديها لصاحب نصيبها. قلت حرام بدل ايه مرميهم وكده. بس وكانت بقى السجادة بتاعت السفرة هي نظيفة وغسلتها كده على النشف. حطيت بقى في المية شوية اريال وحطيت شوية دوني وحطيت شوية خلطة سحرية حلوة جدا وبتطلع اي بقع معاكي وبتنضف الغسيل حلو قوي. دي بتجيبيها منين؟ دي بتجيبيها من عند بتاع المنظفات. وابتديت بقى غسلت السجادة كده على الناشف وخرجتها بره في البلكونة تنشف وتاخد الشمس كده والفها واشيلها معايا. جيت بقى قلت ايه اعمل لي كوبايه نسكافيه كده. افصل شويه واريح شويه وبعدين اقوم ايه اكمل اللي ورايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بصراحه بقى ما كنتش عارفه اعمل غدا ايه، فكنت محتاره فقلت اسهل حاجه هطلع طبق كفته وهعمل هعمل كفته مشويه.
اكله خفيفه وسهله ومش هتاخد مننا وقت. وبعدين الصيف ده بصراحه ما بيحبش الطبيخ ولا الاكل التقيل، عايز اكلات خفيفه، فاكهه، عصاير. انا بصراحه يعني اديني الحاجات دي هاكل منها، مش محتاجه اكل خالص. بس حطيت بقى كمان دورة كده في الغسالة، قلت تتغسل لحد ما اخلص تكون انجزت معايا حاجة. حطيت بقى الاريال وكلوروكس الالوان والمنظفات بتاعتي وسبتها تشتغل بقى تغسل براحتها. ومليت الكولمن وحطيت فيه كمان تلج، قلت عشان الجو حر وكل شوية الواحد بيفضل يشرب مية كتير. بس هنا بقى كنت ريحت وقمت بقى عملت حطيت اللحمة في الطبق وحطيت عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة نشا، وحطيت معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهارات مشويات، وبشرت بصلاية كده وهاخد التفل بتاعها بس مش هاخد المية. وحطيت معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وهبتدي بقى ان انا اقلب بقى اللحمه حلوه قوي كده عشان كل الخضار بتاعها وتاخد من التوابل. وحطيت كمان بقدونس بيديها طعم حلو قوي. عملت بقى في الصينيه هنا قطعت بطاطسايه وفلفلايه وبصلايه وتبلتهم بنفس التوابل. وهعمل بقى الكفته، هصبعها واحطها عليه. لما الكفته بقى بتستوي بتنزل سوائل كده بتبقى حلوه قوي وبتدي للخضار ده طعم حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس عملتها على طول كده. طبعا انا بدهن ايدي زيت عشان اللحمه ما تلزقش في ايديا. عايزه اقول لكم ان اي نوع لحمه لازم يكش، حتى لو لحمه نظيفه وجايباها من انضف جزار في الدنيا، فلازم برضو ان هي بتكش معاكي حاجات بسيطه كده. بصراحة من الأكلات اللي بحبها قوي هي الأكلة دي. عايزه اقول لكم طلعت خفيفة الكفته وسهلة زي تسويها العسل. كده فايده النشا بقى وتحفة. والبيكنج باودر؟ بتخلي الكفتايه معاكي هشه كده ومفرغه من جوه، مش مكتومه معاكي، بتبقى حلوه قوي. هعمل كمان سلطة الحاتي. انا اول مرة بصراحة اجربها، بس بصراحة طلعت تحفة، عجبتني قوي. طعمها وريحتها كده حاتي، عارفة كأنك شاريها من بره من عند الحاتي. قطعت بصلاية جوانح، حطيت عليها قرفة وحطيت ملح وفلفل اسود وحطيت كمون ودعكتها حلوة قوي. البصلاية كده بقيت ادعك فيها لحد ما دبلتها. وحطيت بقى معايا معلقة خل ونص او ليمونة، بس ما تكونش كبيرة قوي، تكون حلوة متوسطة كده. وحطيت بقى مكعبات من التلج او ممكن ميه ساقعه، وقلبي حلو قوي بقى وسيبيها شويه كده. تعالي بقى كليها، والله العظيم طعمها خطير. هنا بقى غلفت الاطباق بتاعتي بالورق السلوفان ده او بالورق الالومنيوم، مش عارفه بيقول عليه ايه بصراحه. وحطيت كمان خضره بقدونس كده من تحت، ورصيت بقى الكفته عشان اقدم الاكل بشكل حلو قوي. اهم من الاكل نفسه تقديمه، قدميه بشكل حلو كده هيفتح نفس الولاد وهيشجعهم كمان على الاكل. وعملت كمان معايا مكرونه محمره عشان خاطر انا عندي كنده ما بتحبش الرز كندا، البسمتي. ايه رأيكم؟ طلبت لكم اكل النهارده من بره وقلت تغيير، كفتة بقى وسلطة حياتي ومكرونة، وعشان كده مش بتحب الرز البسمتي فقلت اجيب مكرونة. انا بحب الرز البسمتي. خلاص الاوردر الجاي اطلب رز بسمتي. ايه رأيك بقى في الاكل؟ حلو ايه رأيك؟ حلو. بص عزمتكم ودلعتكم النهارده اهو. تمام، انا ماليش دعوه. يلا اتخانقوا كويس. خدي يلا يا جودي، يلا يا كوكي. الحمد لله كنا، والاكل كان طعمه حلو قوي. قلت يعني اهزر معاهم واقول لهم ان انا طالبه لهم اكل من بره وكده، بس هم عشان عارفين اكلي فما دخلتش عليهم. هنا بقى كنت جايبه بطيخه معايا وكنت بخبط عليها كده واشوفها قرعه ولا حمرا، بس الحمد لله طلعت حمرا. كلنا بقى الحمد لله. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب اللهم امين. قلت بقى اقطع البطيخية نحلي بيها بعد الاكل. وكان الاكل حلو وجميل. ربنا يا رب يديمها نعمة يحفظها من الزوال. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يكون خدت منه طاقة كده. متنسوش بقى اللايك بتاعي ودعوة حلوة كده منكم. بحبكم جدا في الله. اشوفكم على خير واسيبكم